وذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله وهو يتكلم على فضل هذا الباب، وهو فضل العلم ومنزلة العلم الشرعي. قال رحمه الله: وهذا الباب يعني باب العلم يحبه ويرغب إليه الموفق، أو بمعنى كلامه رحمه الله، فيحب هذا الباب ويرغب إلى هذا الباب من وفقه الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله فوارق كثيرة للعلم على المال، في تفضيل العلم على المال. فيا من جئت من قريتك، يا من جئت من السهل، يا من جئت من الجبل، يا من جئت من المدينة، اعلم أنك جئت لأعظم مطلوب، جئت لتأخذ قسطك من تركة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. جئت إلى أماكن العلم وجئت من أجل أن تحصل علما، لم تأتي من أجل الدنيا ولم تأتي من أجل مال، وإنما جئت من أجل العلم. فابشر، فقد سلكت طريقا كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.